خصكم تخلصوا. ولكن اللي تسجل خاصو يساهم. عن ماذا يتكلم؟ وما غاديش يتسنى حتى يكون مريض عاد يقول انا غادي نساهم، سي ترو طار. والعجيب خلص بلا ما تمرض. قالوا لهم غادي ندوزوكم ايها الفقراء من الرميد الى لاميتيال امو باش تستفدوا من التغطيه الصحيه المجانيه، حيت نتوما فقراء سيروا تسجلوا. دوك هاد الناس خصهم يتسجلوا، اللي باقي ما تسجلش خصو يتسجل. واليوم لقاو راسهم خصهم يخلصوا اكثر من 1000 درهم كريدي تجمعت عليهم من شهر 4 اللي فات. شحال قالوا لك تخلص ابا؟ قال لك تخلص مع 22 ولا حنا محتاجين ماشي ما محتاجين. دابا نتوما تسجلتوا باش تخلصوا، هما يقولوا لكم خلصوا. لا قالوا زوينين. جينا نشوفوا تلقينا ندخلوا لنا الماكيس، داروا لنا صندوق اننا منخرطين مع الناس الحرفيين، وحنا راه جالسين غير في الديور. الله يجازيك بخيرات، شوفي الحاله وانا ما نديرش حتى ريال النهار. خاصو يساهم. وانت في طاقتك تخلص هاد 2840 الشهر. وانا ما عنديش تا قيمه كوميله ناكل النهار. نصبوا احتيال بالطريقه المفهومه، خاصني نخلص 2800 باش غادي نخلصها. وخصهم يخلصوا شهريا اكثر من 100 درهم في حين ما كانوش قادين حتى على فواتير الماء والكهرباء. اليوم فاتورة جديدة إجبارية، التغطية الصحية. أنا لا أتكلم هنا عن التغطية الصحية الخاصة بالمهن الحرة، بل عن منخرطي الرميد الفقراء المطحونون. قالوا لك تبيع وتشري الخضره في المارش، وانت شنو حرفتك كدير في الاصل؟ انا ما نعرف الميزان. انا خدامه ملقمه، حطوني خياطات الملابس المنزليه. وتخلصي 2800 درهم في الشهر. والله عندي 61 عام اش غنخدم. داروا لك تريتوره؟ وانا جالسه في الدار ارمانه، ما عندي لا ولاد لا راجل. انا ما عندي لا مهنه لا والو لا. قالوا لي كنبيع الديسير وعندك صناعه تقليديه وعندك هذه وهذه. الحكومة ترد وتقول ليس كل منخرطي الرميد يستحقون باش يدوزوا فابور لآمو الضمان الاجتماعي، كاين شي وحدين خصهم يخلصوا، لكن من هم؟ مثل هذا الرجل مثلا. وانا عندي بين قوسين عندي الرامده الكريمه. اييه. بداو تيقطعوا لي ابتداء من شهر 6 اللي داز، واش فهمتي ولا لا؟ وانا شراتي راه غادي في الظلم، انا ما غنقدش داكشي. واش مول 70 سنه عاد غادي يخلص 140 درهم مع مري شويه من العين لي عاطيل. اييه راه مكلف غير دور. داروني ترتور. اش داروك؟ دابا بغينا نديرو شي عرس غتجيو عليك. خصو يخلص. في نظر الحكومة اللي خصك تعرف هو أن الحكومة قامت بإلغاء الرميد في الواقع، وما دوزتش الناس اللي كانوا منخرطين فيه الآمو فابور، بغات تدوز الحكومة القليل فقط من منخرطي الرميد، والبقية يخلصوا وكأنهم أصحاب مهن حرة. الفقير اللي كان كيخلص وما كيلقاش طبيب في المستعجلات التي تشبه القرنة، زحام وضحايا على الأرض والخلاص من الفوق، داروا له الرميد شي أيام في الماضي رغم أن جودة التطبيب صفر، لكن لا بأس. واليوم تم إلغاء ذاك الرميد بطريقة خبيثة، والكثير من منخرطيه ما دوزوهمش الآمو فابو، بل خصهم يخلصوا بشكل إجباري سواء مضوا أو لا. وما غاديش يتسنى حتى يكون مريض عاد يقول انا غادي نساهم، سي ترو طار. نعم، لا تستغرب، إنه السجل الوطني للقوالب، هذا هو الواقع. نيشان إنها حكومة القوالب.